السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا غاليين؟ شخباركم؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. فيديو كلش بسيط. هنا كنت مسيرة يم أهلي وبيومها كانت كلش مطر، فقلت لهم ما عندي خبز أنا بالبيت والجو مطر ما يسوى هسه خبز برا. فقالت أمي ما طول هذا التنور الكهربائي موجود والكهرباء موجودة، قومي يا يما عجني لك كم خبزة خبزين واخذيهن. فعجنت قليل يعني مقدار تقريبا 14 قرصة صارن، فإذن كفني يعني يومين غدا 10 يوق بين ما الجو شوية يستقر على مود أخبز أني يعني أمشي أموري بيهن. فهنا أنا وأنا قاعدة كلش سهل يعني ومفيد صراحة، يعني للي شلون نقول للمبتدئات اللي ما يعرفون يخبزين، سهل يعني بالشغل مو صعب مثل الغازي بالنسبة إلهن. فأني أنصح بهاي النوعيات يعني من التنانير للي يحب أن يخبزن بالبيت، شي مفيد ونظيف وأكثر من شغلة نقدر نستخدمه، وهذا خبزاته مثل ما تشوفون. وهنا أنا رجعت لبيتي، هذا يعني شغل المسائي، فحبيت أسوي بعض التغييرات. أنا كل فترة يعني على اللي أقدر له أو شغلات بسيطة نقدر نغير بيها البيت. هنا أنا جلدت المجمدة مالتي واشتريت من هذا اللاصق يعني الرول الأمتار. هاي المتر ب750 وجبت وياها نايلون هماتين المتر ب1000. صراحة أنا كلش محافظة على المجمدة، بس ما أعرف ليش هيك يعني صار بيها يعني بعض الخدوش البسيطة. فمن جبت هذا اللاصق ما لزقته لأن أدري بيه إذا لزقته بعد ما ينشلع، فخليته هيك بس مجرد شكل، وثبتت الأطراف مالته، ثبتت أطرافه باللاصق مثل ما تشوفون حتى لا يشلع قلبي ويظل يتحرك منا ومنانه. ومن بعدي فصلت عليه النايلون. أنصحكم بهذا النوع هماتين من هيجي شغلات يعني حتى نحافظ على أشيائنا وما تتلف بنفس الوقت. وسهل بالتنظيف يعني وبالمسح. هنا أنا بلشت أقص النايلون. هذا النايلون هم الثخين المتر ب1000 دينار. كفاني هذا يعني للمجمدة وللثلاجة، جلدتهم اثنيناتهم. شغلات بسيطة نقدر نغير بيها البيت وتنطينا طابع حلو وترتاح نفسيتنا ونحافظ على أشيائنا بنفس الوقت. هاي قلت لكم الشغل المسائي. من بعدها حضرنا العشاء وتعشينا وكملنا. بوقتها كنت هم مسوية بيتزا رادوا من عندي بالبيت. فهذا شكله بالنهاية، وثبتت أطرافه هماتين بالتيب العريض على مود أحافظ عليه. ومن بعدها راح أبدي أشارككم نوع حلو كلش قديم هو، يعني كانوا قبل يستخدموه ولذيذ بنفس الوقت وبسيط وموجود إن شاء الله متوفرة مواده بكل بيت. هنا أنا كملت أني وشوفوا شكلها شقد حلو صارت. ونحافظ على أشيائنا. هنا أنا راح أسوي المدقوقة العراقية اللي تصير بالتمر الزهدي اليابس، احنا نسميه التمر الجسب. فداراويكم شكله هنا. فلست فد كمية من عنده وخرت النوى، وهاي اللي تصير يعني نهاية التمراية. راح أثرمهم. عندكم محضرة طعام تقدرون تستخدموها، بس أنا ثرمتها بماكينة اللحم بهالشكل هذا. إذا عندكم التمر شوية بقوة اغسلوه يعني بس بالماء ونشفوه على مود يطلع عندنا. وإذا لا نوعيته طري، أنا هذا المتوفر عندي كان كلش طري يعني وما يأذيني بالثرم، يعني ما يأذي الماكينة، رأسا بكل سهولة ينزل من عندها بهالشكل هذا. ثرمه وبعدها أراويكم إيش راح أضيف عليه. هذا قبل هواية يعني كان مشهور أيام التسعينات، يعني هواية يسووه وإحنا صراحة كلش نحبه بالبيت. سويت هالكمية هذي يعني اللي تكفينا، هذي ما كثرت من عنده هواي. هذا السمسم هنا ما مسهى ضفت قليل يعني ويا العجينة مالته يعني ويا التمر. وراح أبدي أضيف عليه الراشي. هذا الراشي احنا نجيبه من الحماصة، يعني يبيعونه طازج مو يعني هذا اللي موجود بالأسواق. يكون طعمه كلش طيب وهم سعره مناسب يعني مو كلش غالي. هسه هنا أنا بديت ضفت الراشي وبديت أعجن بيه. صراحة أنا يعني هاي النوع من الحلو أنا موعدة خالتي، بس هي لين ببغداد حبيبتي، والله بس أجي خالة أجيب لك من عندها. بهالشكل هذا بديت أعجن بيهم. يعني صار لي صراحة فترة كلش طويلة من العيد ما رايحة لهناك.
إن شاء الله بلكي بالأيام الجاية أروح وأخذ لها وياي تحب هاي النوع من الحلا. هسه حسيت معوز شوية راشي راح أضيف بعد قليل، انتو براحتكم مش قد تحبون الراشة عليها ضيفوا. بهالشكل هذا أمسح الطرف على مود لا يوقع منه وأبدي أعجن، من بعدها أبدي أكوره ونغمسها هماتين بالسمسم. تحبون بالسمسم تحبون يعني بالجوز، شنو اللي تحبون تضيفون وياه نوع مكسرات انتو براحتكم. تحبوها مجرد هيجي بس سمسم وهاي بهالشكل مثل ما عجنتها وتسووها مكعبات تمدوها بشيس وتقطعوها مكعبات، هم الشي عاد إلكم. هاي هنا أنا غمستها بالسمسم، سويت قسمين، حمصت هم سمسم قليل وضفته فصار قسم مسهى وقسم ما مسهى، شكلها هم كلش حلو طعمه لذيذ. وتدرون أيام شتا وباردة فنحتاج هاي الشغلات يعني. هذا شكلهم بالنهاية. يا ربي حل اليوم عجبكم والفكرة عجبتكم. هاي المدقوقة العراقية كلش بسيطة وسهلة، وأتمنى تجربوها للي ما مجربها وإن شاء الله تعجبكم. وهسه أراويكم بطنها من الداخل، هذا شكلها. ومن بعد هذا يعني شاركتكم هم غدانة بيومها قدمناها على السفرة. سويت الشيخ محشي، أنا هم مشاركتكم خطواته كله أول بأول. للي يحب يعني تفاصيل الشيخ محشي يرجع هم عندي فيديو منزله بيه وبس. وهذا فيديونا لليوم، إن شاء الله عجبكم. ألتقيكم بفيديو جديد، مع ألف سلامة حبايب.